السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه رسالة للأخ عبد السميع اللي راه يظل يطعن في العلماء، منهم الشيخ ربيع المدخلي الذي أثنى عليه كل العلماء أثنوا عليه. الشيخ ابن باز الألباني قال عنه إمام الجرح والتعديل في زماننا، وقال لا يتكلم في الشيخ ربيع إلا جاهل أو صاحب هوى. تروح تتكلم فيه أنت ليلة نهار، ودير لايف مع سقلاب اللي سمى الفوزان، سماه خراي فوزان من كبار العلماء. قال الذهبي رحمه الله: سنة الله في من ازدار العلماء أن يبقى حقيرا. اتق الله يا أخي. انت هذيك المرة سألتك وحدة قبل ما نروح نصلي، سألتك وحدة على أمر في الصلاة ما عرفتش تتكلم في العلماء، تتكلم في غزة وتتظاهر أن زعما تارك تدافع على غزة. روح جاهد أنت في غزة إذا تراه جهادا يا خبيث. الجهاد حسب فوضى. خربتم غزة بغبائكم وجهلكم، خربتموها. غزة دروك يليق لها 40 عام باش تعاود تتبنى بأمثالك، وتقول له علي بالحاج راجل. علي بالحاج شوف الضلالة تاعها تبدأ تحسب فيها دافع على الطريقة الكركرية، وهذه الطريقة الكركرية طريقة صوفية شركية. دافع على الشيعة، قال الشيعة تاع البحرين عندهم الحق باش يعبروا عن رأيهم ويعبروا. واش عجبك في علي بالحاج؟ الدماء اللي في التسعينات على رقبته باعتراف الناس اللي كانوا معاه، منهم هذاك سحنوني، باعترافهم دافع على الباطل وتحارب بالحق. الله يعاملك بما تستحق.